السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا بقالي كتير ما صورتلكوش لاني ما كنتش فاضية، وكان الفيديو قطع عشان كان بيحط البيتزا. يعني ايه، عروضهم بقت غريبة. يعني عشان تاكل بيتزا لازم تاكل 3 بيتزات مع بعض. علينا. بصوا نفسي دي أمورة بالسوق واحد. بصوا عشان تاكلوا، بصوا ما شاء الله يعني. لازم ايه، بصوا طعمها حلو، شكلها حلو، يفتح النفس. مش عارفه انتوا سامعيني والصوت حلو ولا ايه، لان فعلا ما شاء الله برشا عماله وش ورا ومصدعتها. طب انت تحط ال3 بيتزات ازاي؟ كلمة اللي هي الخضار ده انا بعشقها. ماشي اوكي. كل اللي يعجبك منهم. طبعا شريكتي في حياتي رنا بنتي، هي مش عايزه تطلع بالفيديو. تطلعي؟ هي مش عايزه تطلع، فطبعا ايه مش راضيه تطلع في الفيديو، فخلينا احنا مع بعض كده. المهم فطبعا قاعدين ورايا ور مش عارفه اسمع ولا اتكلم منهم، مش عايزين يسكتوا ما تفهم لهمش هم بيقولوا ايه. ما شاء الله يعني راغي على ودني يعني. كان عندي حاجه كده حلوه ما اقدرش ما اقولها لكوش. احلى حاجه في الدنيا، نصيحه، احلى نصيحه ممكن حد يقولها لحد، بس مش عايزاها عليكم عشان انا بحبكم. اجمل نصيحه ممكن اقولها لكم في حياتكم، وعايزه اقول لكم هتدعوا لي قوي. طب بص، عمال يحط لي البيتزات ويرص لي على السفره. اتفضل حط اهو. بص اعمل ايه ده كله؟ انا اكل ده كله ازاي؟ ميرسي ما شاء الله يعني. تمام. المهم يعني، فنصيحتي لكم بقى نصيحة بتجلب كل حاجة حلوة، طاقة جميلة، كل حاجة حلوة ليكم. هتدعولي عليها. أنا مجرباها في حياتي الحمد لله ما شاء الله تبارك الله يعني. فطبعا عشان انتوا حبايبي جدا ما اقدرش ما اقولهالكوش. شوف، اللي قال ان الدعاء فعلا بيجيب الرزق والخير، وبيجيب حاجات حلوه كتير ما تقدريش تعدوها ولا تعرفوها من كترها، وتبقي مش عارفه الخير داخلك منين ولا منين وما شاء الله تبارك الله، الله اكبر يعني. دي حقيقه والله العظيم، حياة أولادي. السر اللي أنا أقوله لكم دوت اللي جربته، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هو صحيح إن المفروض الواحد يداري على الخير اللي ربنا بيبعته له، لأن الناس نفوسها بقت وحشة. شرقت الحمد لله. الا اني هقول لكم السر بقى ان البني ادم بايده يجيب لنفسه الطاقه الحلوه، طاقه الغنى والمال، وبايده يضيع منه طاقه الغنى والمال دي. تخيلوا انك انت تقدر تجيب لنفسك كل حاجه حلوه ربنا خلقها على وجه الارض من غير تعب ومن غير ما تكلف نفسك. ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش شر. انك بس تقولي كلمه واحده، بس كلمتين، عشان ايه؟
تبقى مظبوطه. كلمتين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك كل الخير بكل سهوله ويسر. تقولي كده لنفسك بعيد عن اي حد وانت لوحدك، انت مفيش حد معاكي، بتقولي انا ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي رزق كبير وهستقبله بكل سهوله ويسر. سهله مش صعبه. قولي كده انا ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي خير كتير وكبير بكل سهوله ويسر. صعبه؟ مش صعبه والله والله والله. طاقة الخير والرزق والفلوس هتيجي عندك من غير ما تتعبي نفسك، بصي تلاقيها جايه لك من كل اتجاه، بس تحافظي على الدعاء لربنا. والله يعني انا عملت كده والله العظيم. سبحان الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر يعني ما شاء الله. انتوا اعملوا زي وشوف الخير اللي هيجي لك قد ايه، وشوف الرزق اللي هيجي لك قد ايه. انا هتكلم وانا باكل لان انا فعلا جعانه جدا. طبعا قاعده في بيت زهر جميله، الجو حلو النهارده قوي على فكره، وكانش حر بالنهار ولا حاجه. نزلت انا ورانا كنا بنشتري طلبات للبيت وكده. بعدين قلت اتغدى، انا كنت رايحه اتغدى كباب النهارده، وبعدين الوقت راح عليا، يعني وقفنا نشتري طلبات وحاجات فالوقت راح. قلت لها يا رنا لو احنا كلنا كباب، انا نفسي اساسا في الحمام، فلو رحت اكلت حمام او كباب دلوقتي هيحمى عليا، خلينا في المعجنات والحاجات الخفيفه، يعني ناكل بيتزا هات مدينه مصر وكده اسهل واحسن. طبعا اللي هيسمع كلامي في ناس بتآمن بالكلام ده وفي ناس لا. والله اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا قلت لكم اعملوا كذا وجربوا، مش هتخسروا حاجه، بالعكس. الواحد لما بيستغفر ربنا كتير ويدعي ربنا كتير 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 ربنا بيستجاب له وبيديله كل اللي بيتمناه. ربنا اساسا هو طلب من الناس الدعاء، ادعوا لي استجب لكم، وانتم مش فاهمين يعني ايه ادعوا لي استجب لكم. ادعوا لي استجب لكم يعني كل حاجه هتقولوها هو هيحققها. البني ادم لما يجيب لي نفسه طاقه انا ما فيش ومعيش، وتبصي تلاقي حياته كلها مقفله. انما اللي دايما اللي عنده طاقه ايجابيه ودايما بيقول الحمد لله انا في نعمه، ربنا بيرزقني من فضله، وربنا بيجيب لي الرزق والغنى من فضله، وربنا دايما كرمني يا رب. بص تلاقي ربنا ميسر له حاله والرزق داخل عليه ما تعرفش منه. طبعا انا قلت لكم الكلام ده عشان انتوا حبايبي قوي قوي، وما اقدرش اخبي عنكم اي سر في حياتي. كل حاجه حلوه وكل طاقه جميله ليكم ربنا يخليكم ويديمكم نعمه دايما في حياتي. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.